المدارس ان شاء الله كلها شهر ونص تقريبا. اتمنى لو كل مدرس او مدرسة تحس بالمهنة اللي انت شغالها، مهنة المعلم تربية وتعليم. ومش معنى كلمة تربية، لان للأسف في كتير قوي من المعلمين والمعلمات فاهمين التربية والتعليم غلط، فاهمين ان التربية هي ضرب الولاد او البنات، ماشي، في حين ان رسالة التربية والتعليم بعيدة كل البعد عن العقاب البدني للطلبة والطالبات. خلاص، اتمنى كل معلم يفهم يعني ايه تربية وتعليم. اتمنى ان كل معلم او معلمة فهم الطلبة اللي انت بتعلمهم ان انت كمعلم مش من حقك ان انت تضرب اي ولد او بنت فيهم. مش من حقنا كمعلمين ان احنا نضرب ولاد الناس. انا كمعلم رايح المدرسة اعلم ولاد الناس وبنات الناس، مش رايح ان انا اضرب ولاد الناس وبنات الناس. لو كل ولد او بنت فهم النقطة ديت هيبقى عنده حتة الجراءة مع مدرسه، مش خايف من مدرسه ولا مدرسته. هيقوم يرفع ايديه مرة واثنين وثلاثة ويغلط، اغلط مرة واثنين وثلاثة واربعة، مدرسك يعلمك. انا بقول كده للطلبة عندي، بقول لكل بنت او كل ولد من ولاد الناس قوم اغلط وما تخافش، اغلط مرة واثنين وثلاثة واربعة وانا هعلمك. وعلى كل طالب او طالبة لو مدرسك فكر يضربك او يهينك بكل بساطة وبكل ادب واحترام قولوا له يا مستر لو سمحت بدل ما تضربني علمني يا مستر، مش اكتر ولا اقل من كده. رسالة التربية والتعليم مهنة شريفة عفيفة نزيهة. اتمنى خلوا بالكم من ولاد الناس وبنات الناس. ولاد الناس وبنات الناس ايا كان الولد او البنت مفعوصة، ولكن البنت ديت هي حلم امها وحلم ابوها، حلم اسرتها الطيبة. ربنا يبارك لولاد الناس، ربنا يبارك يا رب الناس كلها في ولادهم وبناتهم، اللهم امين يا رب العالمين. خلاص احنا كده اتفقنا كمدرسين مش هنضربه يا جانا، والله مش هنضربك يا جانا. همس مش هنضربك يا همس.